بجد انت لو ما جربتيش طريقة الكفتة بتاعتي ديت النهاردة هزعل منك. بحط لها مكون واحد بيخلي طعمها رايح في حتة تانية خالص، وكل اللي يدوقها عندك يقولك انت عاملاها ازاي، والولاد هتلاقيهم واقفين كل يوم يقولولك اعملي لنا الكفتة اللي انت عملتيها، لان سهلة وسريعة وطعمها حلو. والمكون اللي انا بحطه ده بيوديها في حتة تانية خالص، بيخلي طعمها حلو قوي. صباع الكفتة كده بسم الله ما شاء الله، مش محتاج ان انا اوصفه في اي حاجة، هو لوحده بيتكلم وثابت مركزه. تعالي نعمل شوية كفتة بصوص طعمه حلو قوي، مش محتاج اي حاجة جنبيه غير رغيف عيش. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. تنسيش بقى منشن وشير عشان الكل يستفيد. معايا اول حاجة بصلتين كبار. طبعا لو مفيش كبة هنستخدم المبشرة اليدوية، مفيش مشاكل خالص، بس هنختار القطعة اللي هي الناعمة اللي بتنزل البصل ناعم. معايا قرنين فلفل رومي ونص واحد حراق، ضربت كله مع بعضه في الكبة. معايا هنا مكعبين من الفلفل الاحمر ودوت اختياري، بس الفلفل الاحمر ده مش حراق. نزلت باللحمة، والمكون بتاعنا الاساسي اللي لازم يكون موجود هي معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعلقتين كبار من الدقيق، معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، معلقة صغيرة من السبع بهارات، نص معلقة صغيرة من الكزبرة. عايزة تحطي اي مكون تاني من التوابل براحتك، ليكي حرية الاختيار. هضرب الكلام ده كله في الكبة وهرجع اصبعها. وطبعا علشان خاطر ما تلزقش في ايديكي باللي ايديكي مية وانتي شغالة، يعني حطي طبق كده فيه شوية مية. بس اساسي في الوصفة بتاعتنا معلقتين الدقيق ومعلقة البيكنج باودر. هحضر بقى معايا ايه؟ قرن فلفل رومي وحوالي 3 حبايات كده من الطماطم وواحد حراق اختياري. انا هنا قطعت الفلفل الحراق دوت كده نصين عشان خاطر ما يبقاش حراق قوي على الولاد او ما يروحش في السندوتشات بتاعتهم. لو انت عادي مفيش مشاكل قطعيه قطع صغيره زي الفلفل الرومي. بعد ما بشرت الطماطم هجيب بقى صينيه واحط فيها كده حوالي 4-5 معالق من الزيت ومعلقه كبيره من السمنه، وانزل بالكفته اللي احنا صبعناها مع بعض بعد ما الزيت والسمنه يسخنوا كويس جدا. النار وسط، ولا عالية قوي ولا واطية قوي. وطبعا مش هنقلب الكفتة ولا نيجي جنبها غير لما تتشمع الاول من تحت عشان ما تفكش مننا. هنزل بقى بالكمية كلها زي ما انت شايفة كده بسم الله ما شاء الله. طبعا نص كيلو اللحمة رمى معايا كمية كبيرة، عايزة اقولك بسم الله ما شاء الله بترمي معاكي سندوتشات كتير جدا. هنا بعد ما اتحمرت معايا تقليبة في التانية لحد ما بقى اللون بتاعها بالشكل دوت كده، هشيلها بقى من الصينية في طبق كده جانبي. وطبعا هخلي بقى معاها ايه، هخلي معاها بقى الصوص اللي احنا عملناه اللي هو السمنة والدهون اللي نزلت من الكفتة. الله بقى هنعمل فيها اللي احنا ايه، الصوص اللي انا لسه كنت بقولك عليه. هحط بقى معلقة كده كبيرة من الثوم المفروم. لو مفيش توم مفروم ممكن يعني 3-4 فصوص من الثوم كده تقطعيهم صغير قوي او تدقيهم. هسيبه بقى كده، مش هستنى عليه لحد ما يتشوح، لا انا اول ما يشم ريحة الثوم هنزل بالفلفل وابدا اللي انا اقلب الكلام ده كله مع بعض. اول ما احس كده ان الفلفل بدا اللي هو يدبل معايا او خد تشويحه يعني هنزل بالطماطم. في الوقت دوت بقى هقولك على ايه، هقولك لو انت عايزه تزودي او تضاعفي الصوص اللي احنا حطيناه دوت براحتك خالص، هو كده او كده بيتاكل وبيتغمس بالعيش بيبقى طعمه حلو قوي. هزود معلقتين كبار من معلقه صلصه الطماطم المعلبه، وهحط ملح وفلفل اسود بس كده. وطبعا ممكن تحطي اي نوع توابل انت حباه. انا هنا كده حطيت بشرة بسيطة جدا من جوز الطيب. قلبت الكلام ده كله مع بعضه ونزلت بنص كوباية من المية. وطبعا في الوقت دوت هعلي النار بقى عشان تتسبك كده في قلب بعض. بعد ما اتسبكت معايا هنزل بقى بالكفتة. الله بقى شمي وكلي ودوقي احلى كفتة ممكن تاكليها. على فكرة هي مش في الغدا بس، هي ممكن تتعمل في العشاء كمان، ومش بس بالعيش البلدي، ممكن تتعمل بالعيش الفينو برضو، سندوتشات تبقى طعمها حلو قوي. هسيبها بقى على النار في الوقت دوت مش هتكمل 3 دقايق، وهتلاقيها كده بدأت اللي هي ايه، تتسبك كده في قلب بعضيها. والله بقى في الوقت دوت لو انت عايزة تعملي فحمية هتديكي توست وطعم رايح في حتة تانية، بس انا فضلت اللي انا اعملها زي ما بعملها كل مرة بالطريقة ديت. كده خلاص الكفتة بقت تمام. ممكن لو انت مش عايزة تعمليها صوابع ممكن تعمليها كفتة مدورة كده صغيرة، برضو هتديكي نتيجة حلوة قوي. كده خلاص خلصت معايا. هجيب بقى العيش مش هفتحه، انا يدوب هدخله لجوه كده واحط في قلبيه بقى ايه صوابع الكفته مع الصوص اللي احنا عملناه.
شوية طحينة، والطحينة اللي أنا عاملاها بالزبادي، معلقتين كبار من الزبادي عليهم نص كوباية من الطحينة، شوية مية وشوية خل، معلقة صغيرة من التوم المفروم أو على طرف المعلقة، شوية كمون، شوية ملح، شوية شطة صغيرين، عصرة ليمونة، وكلي ودوقي أحلى سلطة طحينة طعمها حكاية. بحبكم في الله.